السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين الجمال والحلاوة؟ الجو الحر ده محتاج إن احنا نقعد في قلب التلاجة، مش ناكل بس آيس كريم ولا ناكل الجيلي. لا، تعالوا بقى نعمل كيكة الأفاتار أو الكيكة الباردة أو كيكة الجيلي. لها مسميات كتير أوي. شايفين الجمال والحلاوة؟ الكيكة السحرية بتدوب كده، بتدوب، بتدخل على القلب مباشرة، تعمل له عملية انشكاح. أيوه، انشكاح. هنجيب بقى إيه؟ الأكياس الجيلي. كل كيس جيلي طبعا هو بيتحط عليه كوباية مية باردة وكوباية مية سخنة. أهم حاجة المية السخنة بتغلي. لا، احنا هنستخدم بس كوباية مية بتغلي وندوب الجيلي جامد. أهم حاجة إن احنا ندوب الجيلي، ما نسيبش أي فتفوتة فيه. أيوه، فتفوتة. جبنا بقى النكهات هنا بقى الأناناس، وعملنا الفراولة وحطيناه بقى في العلب بقى كده، بس أهم حاجة نسيبه يبرد شوية وبعدين إيه؟ ندخله التلاجة ندوب. بس أهم حاجة إن احنا ندوب الجيلي جامد. هنا برضو اهوت المانجا. يبقى أنا عملت فراولة. عندك بقى النكهات بتاع الجيلي. يا سلام بقى لما تجيب التوت، بس أنا ملقتش موجود قدامي في السوبر ماركت إلا التلات نكهات دول. فلو عندك بقى نكهات مختلفة هتديكي بقى. لو عايزة برضو كمان تزودي اللون، عندك بقى ألوان طعام صحية، ممكن بقى إيه؟ تزودي اللون البرتقاني شوية، علشان اللون الأخضر اتظلم معايا، والله الأناناس اتظلم معايا. شايفين الجمال؟ يا اللي قلوبكم زي الورد، بحط لكم الورد للناس اللي قلوبها زي الورد. هنا بقى معلقتين اتنين جيلاتين. جبت لتر حليب، دوبت فيه معلقتين اتنين جيلاتين كبار. أهم حاجة الحليب يكون سخن بيغلي. جبت بقى ايه الصينيه بتاعتي، ندهن بقى. شايفين انا جايبه لكم خطوه بخطوه، الخطوات خطوه بخطوه، وسهله جدا جدا وخفيفه وترطب على القلب. هي بتاخد وقت لانك انت بتسيبي كل حاجه لما تسقع وتجمد في قلب ايه التلاجة. الجيلي جامد بتاعنا هناخده بقى ونقطعه. اهم حاجه برضو معلومه ان انت تدهني العلب، برضو زي ما دهنا الصينيه ادهني الايه العلب برضو، وتكون العلب بتاعتك صحيه، علشان ايه القطع الجيلي تتقطع على طول. وقلنا كوباية مية على ايه الباكت الجيلي، مش هنحط له معلقتين، مش هنحط له كوبايتين اتنين. خدنا الجيلي، شايفين متماسك وجميل وزي الفل. هناخد بقى المكعبات التانية ونقطعها برضو. الجيلي يبقى متماسك، تصبري عليه لحد ما يجمد عشان يتقطع مكعبات. ما عندنا بقى اللبن. اللبن مع الجيلاتين هنسيبه لما يبرد، يبرد جدا، علشان ما يسيحش الجيلي، لان الجيلي 5 دقايق بعد ما تفضي العلب هتلاقي وتحطي الصينيه في قلب التلاجة، العلب لو فيها تلاقيها كلها ساحت. الجيلي ما بياخدش وقته، بالذات في الحر، ودرجه الحراره زي ما انا بقول لكم عندي في المطبخ 500. فبالتالي الحاجه هتسيح جدا جدا جدا. حطينا بقى، تفرح شكلها يفتح النفس. قومي جربي، هاتي باكيتين جيلي اعمليها لونين. لو عندك 3 اعملي 3، عندك 4 ما توقفيش حالك، بس اوعي تفوتك الفرصة دي. بتدوب، بتدخل القلب مباشرة زي ما انا قلت لكم. ما شاء الله تبارك الرحمن. قطعنا المكعبات 3 ألوان. اللون الأخضر مظلوم يا جماعة، اللون الأخضر مظلوم، لازم نجيب له حق. مش ظاهر ليه؟ عندك بقى، لو انت عندك بقى الوان كانت هتظهر الالوان دي، بس انا بقى ما حبيتش اكتر المواد بقى الطبيعيه فيه كده. خليه طبيعي طبيعي كده وجميل. هنجيب بقى اللبن بارد بتاعنا بالجيلاتين، هنصبه بقى على الجمال ده. يبقى تدخل بقى 4 ألوان مع بعض. أنا كنت هحط كاستر كمان، يعني أنا عندي الكاستر وقلت هحط الأصفر كمان. فقلت خليها سنة بيضة بقى كده وجميلة كده. يعني عملنا جيلي في كاسات، يعني ألوان. عارفة برضو لما تحطي الجيلي في الكاسات وتعمليه ألوان، أنا عاملاه على القناة. الجيلي كاسات جميل قوي مع المهلبية. الكاسات الجيلي لوحدها. ال- طبعا العاشورة لسه عاملينها. عملنا حاجات كتير قوي على القناة، فيها جيلي وفيها حاجات باردة. الكاسترد عملناه. ففي حاجات كتير قوي قوي على القناة جميلة باردة في الصيف الجميل ده. هو الصيف مش محتاج غير ان احنا طول النهار ناكل ايس كريم وناكل جيلي وناكل رز بلبن، حاجات ساقعة كلها.
ترطّب على القلب كده، ت ت تخ خلّينا بقى إيه، مبسوطين. إيه رأيكم في الجمال ده؟ جيلي كل حتّة، خلّيه يتاكل كده أهو. إيه رأيكم؟ مبسوطة بالشكل ومبسوطة بالإنتاج ومبسوطة جدًا، جدًا إن الحاجة طلعت جميلة لأول مرّة. بس شكلها جميل. جرّبيها ومش هتندمي على طريقتي، بكل بساطة كده، بسّطي الأمور لنفسِك. ما شاء الله تبارك الرحمن. إيه رأيك؟ شوفوا بترقص، بترقص من الفرحة، من الجمال ومن طلعت حلوة أوي، أوي. ما شاء الله تبارك الرحمن. يالّا رطّبي على قلبِك بشوية حاجات جميلة كده بسيطة موجودة في قلب البيت، أو مش موجودة السوبر ماركت موجود حاجات بسيطة، باكيت الجيلي رخيص جدًا. يالّا، ما تنسونيش في اللايك واشتراك في القناة، باحبكم في الله يا أحلى أخوات في الدنيا كلّهم. إيه رأيكم؟ عايزة رأيكم في الكومنتات لايك واشتراك، باحبكم في الله. هي اتاكلت على طول، بترقص، بتغني لوحدها. اللايك واشتراك في القناة يا حبايبي.